السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سارة من قناة خد لك لفة. أنا النهاردة هاخدكم معايا لفة في المسلة الناقصة في أسوان، ويلا بينا نروح نجيب التيكت وندخل المسلة ونكتشفها. وسعر التيكت للمصريين 20 جنيه والطالب المصري 10 جنيه. هنا بقى دي قاعة المحاضرات، وهناك عاملين لوحات بيعرفك فيها على محاجر الجرانيت اللي في أسوان والمسلة ازاي بتتصنع. هنا حاطين خريطة بيقولك فيها ايه هي الأماكن الأثرية والسياحية اللي في أسوان. تعالوا نتكلم مع بعض يعني ايه مسلة. هي عبارة عن نصب حجري على شكل عمود، قاعدته مربعة وتقل كلما ارتفعنا إلى أعلى، وتنتهي بشكل هرمي بالذهب فتلمع بضوء الشمس. ترمز المسلة إلى معبود الشمس الإله را عند المصريين القدماء. يتم وضع المسلة أمام وداخل المعابد، وكان يتم نقشها من الجوانب الأربعة بمناظر ونصوص تتعلق بالملك. وأصبحت المسلات فخرا للملوك، حرصوا على أن تحمل المسلة في عهدهم أسماءهم وألقابهم. طبعا دلوقتي عايزين تقولولي هي فين المسلة الناقصة؟ أنا عايزة أقول لكم إن المسلة احنا هنطلع لها فوق، بس أنا حبيت دلوقتي أديكم فكرة عامة عن المسلات. ولو لسه قاعد معايا في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نطلع للمسلة. واليوم اللي انا رحت فيه زرت المسلة كانت مليانة سياح، كان اكترهم من اسبانيا. عرفت المسلة في النصوص اليونانية باسم اوبليكس، والنصوص المصرية القديمة باسم تخن. وكان يتم الاختيار موقع نحت المسلة في محاجر الجرانيت في جنوب اسوان. يقوم المصري القديم باستكشاف جودة الحجر وعدم وجود أي عروق من نوعيات أخرى به، ثم يقوم بحفر آبار حول القطعة المراد استغلالها لضمان جودة الحجر في باطن الأرض. بعدها يبدأ في تحديد أبعاد المسلة بدقة، ثم يبدأ في حفر خندقين حولها إلى أن يظهر جوانبها بالإضافة إلى الجانب العلوي. وبعد التأكد من عدم وجود أي عيوب في الكتلة يقوم بفصلها مع ربطها بمجموعة كبيرة من الأحبال ووضع اسطوانات خشبية أسفلها ليتمكن من دفعها حتى تصل إلى شاطئ النيل. ويتم نقلها على جذوع النخيل التي تسير مع جريان النيل حتى تصل إلى موقع إقامتها، فيتم إنزالها إلى الشاطئ وسحبها إلى مكانها، والبدء في تسجيل الكتابات والنقوش الخاصة بالملك على جوانبها الأربعة. ويلا ندخل على المسلة الناقصة. السهم ده هو المسلة، وأنا هجيبها لكم من زاوية تانية برضو. المسلة الناقصة هي أطول المسلات المصرية على الإطلاق، يصل طولها 42 متر ووزنها 1168 طن تقريبا. تم اكتشافها في أوائل القرن العشرين. تتميز المسلة إنها من الجرانيت الوردي. ولو لسه مكمل معايا في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. هنا بقى تعددت الأقاويل الكتير عن المسلة. بدأ العمل فيها في توقيت الملكة حتشبسوت، وعصر حتشبسوت أكتر العصور بناء للمسلات، ليتم وضعها في معبد الكرنك بالأقصر. بعد الانتهاء من نحتها وتجهيزها اكتشفوا العمال شرخا بها وقفوا العمل بها لتظل موضعها على جنبها إلى يومنا هذا، عشان كده اتسمت المسلة الناقصة. وكده أنا خلصت المسلة الناقصة وعرفتكم يعني إيه هي المسلة. ويلا ناخد جولة في البازار اللي موجود جوه المسلة الناقصة. حاسبكم بقى تاخدوا الجولة في البازار براحتكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. يا رب اكون فدتكم. لو المحتوى بتاعي عجبكم يا ريت تدعموني، واستنوني الفيديو الجاي هنروح حتة تانية وهنتكلم عنها برضو. لو عجبك المحتوى اللي انا هقدمه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد. مع السلامة واشوفكم الفيديو الجاي.